ازيكم يا جماعه والبريمير ليج. انا مش فرحان في حد، انا مش فرحان افرح في حد ليه يعني، بس انه على الاقل الدوري سخن دلوقتي، انه سيتي جابوا ليفربول. سيتي كمان الحلقه دي بتتصور قبل ماتش ايفرتون، فسيتي ممكن لو كسبت ايفرتون تعدي ليفربول تبقى الاول، توتنهام قرب منهم كمان، فحلو ده. انا عايز اتفرج على ده، واكيد طبعا حابب يعني كراجل مانشستراوي ان ليفربول ما ياخدوش الدوري، فها في امل رجع تاني يعني، مع ان سيتي الماتش الجاي عندها تشيلسي بعد ايفرتون، فدي تبقى حاجه. خلينا نتكلم على الماتش بتاع سيتي وارسنال، لانه في ماتش زي ده الناس كانت مستنيه امري، انت البيلد اب بتاعك ده مع ضغط سيتي هتتعامل معاه ازاي؟ انت مصمم عليه، فالراجل بيلعب 4-4-2، ودي كانت مفاجاه بكل زيناك قدام مونريال. اوكي انت عايز تقفل الاطراف، ان الناحيه اليمين دي ستيرلينج، طب الناحيه الشمال هتعمل فيها ايه؟ اللي هي بتاعه سانيه اللي هي لشتاينر واوبي. الناحيه الثانيه جوارديولا بدل ما بيلعب بسانيه على ليشتاينر، راجل كبير عجوز زي ليشتاينر، لان الراجل بيلعب 3-4-2-1 بفرناندينيو جنب جندوجان، ولما سيتي معاش الكوره تلاقي فرناندينيو رجع مساك تاني جنب اوتاميندي. هو كان عمل الحركه دي في الكلاسيكو بتاع 2011 2012 لما اللي هو خلص 3-1 في البرنابيو، لما فالديز غلط في اول دقيقه كوره اللي بنزيما حطها جون وخلص 3-1، كان بدال حتى جون وبتاع، كان بوسكيتس بيرجع يضم جنب بويول. الفكره انه هي دي كانت في الاول غريبه شويه، بس لا ده خلى برناردو واحد زي برناردو سيلفا بيسقط دايما، بتلاقيه دايما فاضي لواحد، فسهل جدا انه يستلم الكوره ويشوف عنده اوبشنز يبص لها. بس دايما كان في افضله عدديه لسيتي في وسط ملعب ارسنال، برناردو سيلفا ودي بروين وجندوجان وفرناندينيو وديفيد سيلفا على جوندوزي وتوريرا، سواء لما بيضغطوا بين في البيلد اب بتاع ارسنال ويمنعوا ان الكوره يقفل على المدافعين كوشيلني ومصطفي ان هم يبصوا لجوندوزي وتوريرا، فيضطروا يلعبوا الاطراف، وساعتها هيبقى الضغط من برناندو وستيرلينج، يا اما يجبرك انك تلعب الطوليه. وكده كده كانوا لاكازيت وماميانج تحس انهم معزولين بره الجيم، مش بتوصل لهم اي كوره من نص الملعب. حركه اجويرو ان هو دايما كان بيلعب يا اما ما بين المساك والباك او الناحيه الثانيه، ده كان دايما بيخلي الاثنين مساكين، طب اوكي نضم على بعض، طب ضم معانا يا عم مونريال، ضم معانا يا عم شتاينر. فلما السيتي بتلعب مجرد الفكره ان انا بجمع اللعيبه او بجمع اللعب في ناحيه واقوم رامي ناحيه الوينج الثاني، فيكون دايما عندي اوبشن وينج فاضي، وده اللي حصل في الجون الثاني. ده تيبيكال جوارديولا مانشستر سيتي، اللعب كله اتنقل ناحيه برنو سيلفا، العب الناحيه الثانيه لستيرلينج 1 2 مع حد بيستلم من بره، ارجع العرضيه تاب ان، تيبيكال جوارديولا مانشستر سيتي. وكان بيحاول يطبق نفس الفكره بس ما كانش بيطبق قوي على في بايرن ميونخ، ما كانش نفس الفكره قوي، كان العرضات معظمها لبره، كنت بتلاقي شوط اكتر من بره ال 18، كنت بتلاقي لعب اكتر على الضربات الثابته في بايرن ميونخ. في سيتي مفيش ده، وكان بقى في لعيب اللي كان في بايرن ميونخ بتاع الضربات الثابته اللي هي في كورنر، انت رجعت ارسنال للجيم عشان تفصيله ان انت بترمي اللعب كله في ناحيه، وفكره انه حركه اجويرو دي، فدايما الباك بالذات مونريال كان يضمه لجوه يقفل على كوشيني والمساحه اللي كان بيتحرك فيها اجويرو، فكان دايما بتلاقي برناردو سيلفا ده فاضي، دايما اوبشن، دايما فاضي ديفيد سيلفا او دي بروين بيدوروا، الراجل يا اما بيلعب اوفرلاب مع حد، يا اما بيلعب العرضيه هو يسقطها لحد جوه. لو فينجر هبقى متفهم ان هو فينجر ارمي اللعيب في النار، اللعيب اللي انا شايف فيه حاجه وهلعبه ما يهمنيش ومش عارف ايه، لكن ابري انت راجل عايز تكسب ارض، انت راجل عايز تكسب من اول الموسم. هو بيلعبه اساسي لما ما كانش عنده اصابات، اوكي دلوقتي عندك غيابات وعندك وفين في الاخر يتلعبه هو يا النني يعني، بس انا بتكلم انه الولد ده كل ما يعني انت كل ما يستلم بظهره تحس ان الولد ده هيتقطع في كور بتعدي وما بتقطعش منه، بس في كور كتيره هو خط اول وانت بتلعب بيلد اب، فانت وبيلد اب، ومهما تعمل عليك ضغط ومهما كنت بتلعب قدام فريق كبير وبيضغط عليك كويس، انت مصمم على طريقه لعبك وده كويس ماشي، بس لازم يكون عندك الادوات اللي تنفذ ده صح، والا بتحط ضغط عليك وبتزنق نفسك في الماتشات الكبيره. ان انت يعني انت بعد الجون لما الماتش كان 1-1 خلاص، هو ابسط حاجه يعني اللي عمله الحل انه عمله عشان يخف الضغط من عليه، انه زق كولازيناك قدام، انه يحاول يقطع على السيتي البيلد اب بتاعهم وانه يخف الضغط من عليه وعلى الناحيه الشمال دي. لكن في الاخر لما جاب هو ال1-1 ما حاولش ان هو يلعب بقى الكور الطوليه ويعمل حاجه، وحتى لما لعب كورتين كانوا اوباميانج ولاكازيت التعامل معاهم بيخسروا الكور دي من اوتاميندي ولابورتي يعني. ليفربول وويست هام، انا دايما حتى لو ماتش ماندي نايت فوتبول يا جماعه صدقوا الماندي نايت فوتبول دي سبحان الله الفرق الصغيره بتدب فيها الروح، يعني بتلاقي ماتشات ما تفهمش ايه الحوار ده، والله العظيم الناس بتتفرج على البريمير ليج دايما اي فرقه كبيره حتى لو بتلعب فرقه صغيره في ملعبها في ملعب الفرقه الكبيره، بس ماندي نايت فوتبول بتلاقي الماتش ده يدب فيها الروح. ويست هام بقى لهم كام ماتش بيخسروا وبتاع قدام بورموث، وكانوا قبليه قدام وولفرهامبتون، وداخلين في فورمه مش قد كده، بس كنت بتشوف في لعب السيتي كنت بتشوف حاجتين. اول حاجه انت عندك حاجتين بس في لعب السيتي كنت بتشوف حاجتين. اول حاجه تشاريتو التحرك بتاعه كان عرض كتير قوي، مش انت بتتحرك اوكي ما بين المساك والباك وبتخطف، لا ولا خالص، انت بتتحرك عرض كتير قوي. كان دايما انت يا اما لما بيلنر بيزيد يروح يقف وراه كده في الحته الفاضيه اللي وراه دي ويقطع وقدام فان دايك وماتيب، لما سنود جراس وفيليبي اندرسون يطلعوا بالهجمه ويسندوا عليه، يعني هو الراجل بيسندوا عليه عشان يطلعوا بالهجمه. اوقات كتيره جدا يا اما يهوش وشوط يا اما يلعبها فعلا واحد ويصلح له وهو اللي يروح، سواء سنود جراس او فيليبي اندرسون.
حاجه تانية ديكلان رايس او ديكلان ريس، المهم الراجل اللي اسمه رايس ده، رايس هو من المواهب الحلوه جدا في الدوري الموسم ده مع بروكس مع بيساكا، المواهب الانجليزيه اللي فعلا بروميسنج نتكلم عليها، حاجه تنفع المنتخب حتى بتاع انجلترا. الولد قطع الكوره، هو مارك نوبل عملوا شغل دفاع حلو جدا، كانوا بيضموا جدا على قلبين الدفاع، فعلا مش بيسيبوا المساحات اللي تقدر ان تخلي لعيبه ليفربول تستلم ما بين الخطوط وتعمل بقى الخطوره بتاعتك من على ال 18 سواء بالسيروهات او تفتح وحد يعمل عرضيه او كده. بيقطع حلو جدا، بيدي بقى السيروهات حلو جدا ويفتح وتدي، يعني كان اوبشن حلو انك تسلمه ويلعب هو المرتده ويبدا لك المرتده بتاعت ويست هام. الجون بتاع ويست هام كلوب قال لك احنا كنا عارفين، احنا شو بنشوفناهم وشفنا لقطات ليهم وهم بيعملوا الجمله دي بالذات، وانطونيو بيتحرك واللعيبه مش عارف ايه. هو الكره دي هي حلوه جدا، اتحرك الراجل انطونيو خطف سرق كيتا واتحرك من ورا الحيطه وحطها من لمسه واحده، تحس ان بعد الجون ده لعيبه ليفربول في خضه، اللي هو مش كان في لعب قلطه وبرود، بس اللي هو اوكي الجون جاي كده كده احنا هنكسب وكده كده، مفيش حتى صربعه مفيش تسرع، لانه كل كوره الشوط الثاني وكوره الشوط الاول حتى هم بيشوطوا في الحته اللي فيها فابيانسكي، هم ما عندهم، وده كان بيعمل حاجتين، يا اما هم انت عندك ما في الفينشنج مش كويس، لانه مثلا لما كان الفينشنج حلو في جون ماني، انه ماني الواد ديوب هو مش عارف ماني هيشوط بيمين ولا بشمال عشان ماني بيشوط بالاثنين، فكان ديوب اوكي دي كانت في مهاره فرديه ماني خطف بيها جول، لكن غير كده كل الكور الثانيه سواء لصلاح او فيرمينيو او للانا حتى انت مفيش مساحه اصلا انك تستلم مستريح وتشوط، هتشوط فين وتشوط، لا كانت اللعبه كله من لطشه من لمسه، ما كانش فيه الراحه لعيبه ليفربول ان هم ياخدوا وقتهم على الكوره ويشوف هيفنش الكوره ازاي. يا جماعه غير كوره طبعا، غير الجون بتاع ماني اللي هي اوفسايد صريح على مندي الحكم ما تفهمش ما شافهاش ازاي، كوره اوريجي اللي في الاخر اللي هي الحكم ما صفرش ولكن اوريجي فنشها حلو، كانت ممكن تبقى جون و2-1 اتغير في التايتل ريس يعني، والحكم ما فيش حاجه خالص، وكوره مثلا اوريجي ده في واحد لابس نفس برضه الرصاصي ده، فاللي هو والله هتلخبط، لا وايه مش مثلا هم الناحيه الثانيه، لا ده قدامه كده وكده، فما تفهمش ما شافهاش ازاي وما حفظش حاجه ازاي وما رفعش ومحدش يتكلم، كل لعيبه وسط عملوا كده واوريجي مكمل عادي، وكلوب اللي هو كنا هنعدي ونعمل، هو قال بعد الماتش قال لك الحكم بين الشوطين شكله عرف، هو قال كده، قال لك شكله عرف ان الجون الاولاني اوفسايد، فحاول يعوض الشوط الثاني بقى ان الجون اللي احنا جبناه ده اوفسايد وبتاع. بيليجريني بس قال حاجه، قال لك هو انا على فكره كلوب متعود انه يكسب عليا بجون اوفسايد زي ما حصل قدام دورتموند، وانا فاكر الماتش ده العوده في سيمي فاينل 2013 2-1 لملجا في سجن الادونا بارك، وفي غير بقى فعلا الجون الاوفسايد بتاع رونالدو اللي هو بتاع التعادل كمان مش بتاع 3-2 اللي خلى دورتموند تعدي، شميلزر في كوره انذار وقطعه مرتده ويطرد ما اتطردش وعدى وكمل فيها، ودورتموند اللي عدوا مكان ملكه. تشيلسي كسبوا هادرسفيلد، يعني السكور مش مفاجئ لانه هادرسفيلد يا جماعه اخد دوري وفرقه يعني هتهبط والراجل اللي معاها ده مش قد كده يعني، بس احنا بنتكلم انه بس حاجه انه كانتي الناس كلها بتتكلم انه والراجل بيزيد، وفعلا الراجل اخر ايه 6 ماتشات الراجل فعلا الناحيه الهجوميه دي بتبان عنده، والناحيه الهجوميه دي سواء بقى في اللينك اب ويخش جوه ال 18 ويزيد ويعمل ويسند مع حد والكلام ده كله، بس انا مش شايف ان ده حل يعني، برضو انا على رايي ان مش شايف ان ده هنوصل لحاجه، لانه لما خرج جورجينيو هو كان كام قبل كده الكلام ده ساري لعب بكوفازيتش وكانتي زي ما هو، فانا شايف ان هو بيلعب مضطر بكانتي، هو مش بيلعب عشان انا شايف ان في كانتي ميزه محدش شايفها تاني، لا هو بيلعب مضطر عشان كانتي ده احسن واحد في العالم في المركز ده دلوقتي قاطع كور، فاهم، وفي تشيلسي فتشيلسي ده من نجوم الفرقه مع هازارد، فانت ازاي عايز تبيعه وعايز تمشيه، فما يقدرش يطلع يقول كده، يحط ضغط على نفسه، ولو مشي ونتائج تشيلسي نزلت الارض يبقى اهو انت بتبيع النجم بتاعنا والكلام ده كله. وغير كده يعني انا شايف ان كانتي هيمشي في الصيف، يعني كانتي هيمشي في الصيف لانه هيبقى انه هو لو بس هو مش هقول حاجه لان الراجل ده تحس هو اخوك الصغير غلبان جدا وهيسكت، فانا يعني مش شايف له بصراحه حل، ومش شايف ان ده اي تطور تشيلسي ولا هياخدهم بنقله ثانيه يعني، بس هيجوايين حط الجونين منهم جون ثاني كان ديفليكشن يعني فجت معاه كده، بس اهو تمام في على الاقل لينك اب احسن، تصرفه احسن بالكره شويه مع هازارد ومع موراتا وبالطلوع بالهجمه، او لما نكون مضغوطين وبيتحرك حركته تقيله شويه لسه، وكان ساري يتكلم انه الفتنس بتاعه ده وخرجه حتى بدري في ماتش بورموث، ماشي يعني لما نشوف هو حاجه مبشره طبعا وهيخلص اكيد كور اكتر، بس ما اعتقدش انه هيعمل الاختلاف الكبير ده قوي لانه لسه سيستم ساري ده زي فانجال مانشستر باس 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 باس، عايزين الحل الفردي اللي يوصلنا للجون وخلاص كده. عايز اقول بس حاجه على انا ندمان طبعا ان انا بقول كده على اليكسيس سانشيز، يعني انا لما سانشيز جه عملت حلقه تلت ساعه انه فرحان جدا وروح شوفوه فرحان جدا يعني بزقطط بقى، بس الحق يقال والناس قالت لي انت ليه ما حطيتش في حلقه افشل صفقات شتويه والكلام ده، انا كنت متعشم خير يعني. سانشيز هو لعيب لا بيحب دايما الكره في رجله ويبقى هو مركز اللعب،
فتدي له الكوره ويدريبل بقى ويروح يباصي 1 2 يسقط كوره يشوط. انا مركز اللعب هو في مانشستر مش مركز اللعب، سواء مع مورينيو او مع سولشاير، بمعنى ان انت معتمد اكتر انه بالذات مع سولشاير مش مع مورينيو طبعا، انه يبقى في حركه من الوينجات، يا اما يخش العمق، يا اما في ظهر الباك، يا اما العب له خد يا ابن السرود ده، يا اما مش عارف ايه العب معايا كده. سانشيز لا، طول ما الكوره في رجله تمام، لكن الكوره مش في رجله هو بره الجيم، هو مش هيتحرك، هو هيقف يطلب الكوره تاني. وبعدين ترجع تبص على مع ارسنال ومع تشيلي، كان اللعب كله الكوره، خد الكوره يا عم في رجلك. مع ارسنال الموسم اللي لعب فيه مهاجم اللي هو عمل اسم كبير جدا وعمل فورمه عاليه جدا، كان هو بيلعب مهاجم وعلى الناحيه الثانيه والكوت وعلى الناحيه الثانيه اوزيل، وبالذات اللينك اب بينه وبين والكوت كان الناس بتتكلم على الديو ده. والكوت ده هو اللي بيجري وسانشيز هو اللي في رجله الكوره ويلعب السرعات، هو اللي يشوط، هو اللي يرقص، هو اللي يعدي ويحلف له الكوره ويروح يجري وراها والكلام ده كله. مع تشيلي هو اللي في رجله الكوره ورايح، وفارجاس اللي بيجري في المساحه الفاضيه. لكن مع برشلونه طبعا في اختلاف من مانشستر وبرشلونه، بس مع برشلونه هو مش على طول في رجله الكوره. مع مانشستر مركز اللعب بوجبا، اي حد معهوش مش عارف يعمل ايه دلوقتي ادي لبوجبا، فبوجبا يقوم مرجع ورا لاعب هنا لاعب هنا. لكن سانشيز مش هو، عشان كده مش باين، عشان كده بيخسر الكوره كتير، عشان كده مش بيعمل اي حاجه تقول فين بقى سانشيز بتاع زمان. فبصراحه بمرتبه ده ما حدش هياخده مننا، وانا مش مصدق ان انا سانشيز ده كان لعيب كنت بحلم اشوفه تيشيرت مانشستر دلوقتي. يعني هو يا اما هو يمشي يا اما نبني اللعبه حواليه، وما اعتقدش ان ده هيحصل الا لو لوكاكو بيه مشي، فهو لعب مكانه بس راشفورد بيلعب هنا، فلما نشوف يعني. طيب سيتي الحلقه دي بتتصور يا جماعه قبل ما سيتي تلاعب ايفرتون قلنا، فدلوقتي لو سيتي كسبوا ايفرتون هيبقوا الاول، وهيبقوا كده لاعبين ماتش زياده على ليفربول، وليفربول الماتش اللي هتبقى سيتي لعباه زياده فليفربول هتعوضه في الاسبوع ال27، هيبقى قدام مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، فالدوري ابتدى يسخن وابتدى يبقى لنا دور ان شاء الله. فهنا هيبقى اللعب على كده. بس سيتي عندنا الماتش الجاي اللي بعد ايفرتون تشيلسي. الاسبوع ده غريب جدا لانه كان جمهور توتنهام بيشجع ارسنال، جمهور يونايتد بيشجع سيتي، جمهور ليفربول هيشجع ايفرتون قدام سيتي، فكله بيخبط في بعضه، كله بيعادي. بس الدوري ابتدى يحلو وتوتنهام دخلت معاهم، فهنشوف اسابيع جايه حلوه. الخناقه على التوب فور بقت حلوه جدا ما بين تشيلسي وارسنال ويونايتد، فهنشوف ده اللي جاي تحت بقى. يعني انا بصراحه مش مقتنع ان رانييري، كان نفسي والله ومتعشم وبشجعهم ومعاهم، بس انا مش متوقع ان يعني رانييري ممكن يعمل حاجه مع فولهام ويقعدهم في الدوري بصراحه. ده اللي حصل في حلقه البريمير ليج، ونشوفكم الاسبوع الجاي. سلام عليكم.